أنا مش عايزة أقول إن التفكير الزايد هو مرض العصر، ولكن ده بيحصل عادي جدًا حتى مع اللي عندهم تخصُّص في علم النفس، لإن دي حاجة طبيعية. ليه بقى طبيعية؟ لإنه بيبقى أكتر من 70,000 ل90,000 فكرة بتيجي في المُخ كل يوم، لكن أنت إزاي بتتعامل معاها، أو إزاي إن أنت بتتعامل مع موقف من المواقف اللي بتحصل في حياتك، هي دي المشكلة اللي بتخلّيك يا توصل لمرحلة إن أنت يبقى عندك تفكير زايد، فبيخلّي عندك قلق وتوتر تردُّد في اتخاذ أي قرار في حاجة تخُصّك في موضوعٍ ما، وبالتالي أنت بتتأخّر كتير جدًا في إنّك أنت توصل لحل أو قرار في مشكلتك، فبتلاقي نَفْسك إن أنت بتزيد من تفكيرك. التفكير الزايد بييجي كمان من الناس اللي هم بيبقى عندهم الskills أو المهارات في التعامل مع مواقف معيّنة بتبقى غير متاحة أو بتبقى ضعيفة نوعًا ما، وبالتالي الشخص ده بيبقى مش عارف يتعامل إزاي أصلًا مع المواقف اللي بتحصل دي. علشان كده ساعات بيبقى عنده عدم ثقة في نَفْسه أحيانًا إن هو ياخُد قرار في موضوعٍ ما، وبالتالي إنّك أنت تقلِّل التفكير الزايد. التفكير الزايد بيحصل لمّا بيبقى عندك مشكلة في حاجة واحدة مهمة جدًا، إن أنت طول الوقت بتفكّر في المشكلة، لكن عمرك ما فكّرت إن أنت تفكّر في الحل. جرّب مرّة كده إنّك أنت تفكّر إيه حل المشكلة وتحُط 1، 2، 3، وبالتالي أنت طريقة سردك للقصة اللي أنت عايش فيها هتلاقيها أخدت مسار تاني خالص غير المسار الأولاني، لأن المسار الأولاني عمّالة تمُط معاك كده بسبب إن أنت بتتكلم في المشكلة أكتر من البحث عن حلّها، ودايمًا لمّا بيحصل إنك أنت بتتكلم عن المشكلة أكتر، ده بيعمل لك block على الgood thinking أو على طريقة التفكير السليمة اللي تقدر تاخد بيها قرار، وبالتالي تلاقي نفسك إنك أنت داخل في حلقة مفرغة من التفكير اللامنتهي، فده بيخلّي عندك توتر، وبيخلّيك كمان بتوصل لمرحلة من الكآبة أو الاكتئاب. لو أنت سلّمت نفسك للموضوع ده، لازم تكسر حاجز منطقة الراحة أو الcomfort zone، لازم تزيد من مهاراتك في التعامل مع المشكلة، محتاج إنك أنت تفكّر في الحل أكتر من تفكيرك في المشكلة نفسها، هتلاقي نفسك بتعدّي كتير مراحل بتخلّيك تقضي تمامًا على موضوع التفكير الزايد. لازم تلجم تفكيرك أول ما تحس إن هو بياخدك بعيد عن المنطقة اللي أنت المفروض تكون ماشي فيها صح. شكرًا ليك، سلام عليكم.